مساء الجمال على كل عشاق النادي الاهلي في كل مكان. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقات مشجع التالتة. زي ما انتم متعودين حلقتنا مليئه باهم الاخبار والتفاصيل المهمه جدا اللي بتخص النادي الاهلي. بس في الاول كده وقبل ما نبدا حلقتنا يا ريت ما تنساش تعمل لايك على حلقه النهارده فضلا وليس امرا، وانزل دلوقتي اعمل اشتراك في القناه لو ما انتش مشترك عشان تتابع معانا كل ما هو جديد عن اخبار الاهلي. مش هطول عليكم اكتر من كده، تعالوا بينا نبدا حلقتنا باول اخبار الاهلي. الاهلي يحاول الوصول لحلول وديه مع يستروب للرحيل عن الفريق عقب نهايه الدوري مباشره، وذلك مقابل حصول المدرب على راتب 4 اشهر زائد 3 اشهر من قيمه الشرط الجزائي المتواجد في عقده مع الاهلي، ومحاولات مكثفه من جانب مسؤول الاهلي من اجل فسخ التعاقد مع يستروب بالتراضي وبدون التسبب في اي ازمات او اللجوء الى المحكمه الدوليه بشان الشرط الجزائي المتواجد في عقده. الاهلي ينفي الدخول في اي مفاوضات مع باتريس كاتيرون مدرب الفريق السابق بعد فسخ تعاقده مع نادي الوداد المغربي في الساعات الماضيه، ويؤكد بان احد وكلاء اللاعبين قام بعرض المدرب الفرنسي على اداره الاهلي بعدما علم عن احتياج النادي لخدمات مدير فني خلال الفتره القادمه، لكن الاهلي لم يتخذ اي خطوات رسميه بشان التعاقد مع باتريس كاتيرون في الوقت الحالي، وكل ما يقال عباره عن اجتهادات صحفيه ولا اساس لها من الصحه، خاصه وان المدرب فشل في خوض تجربته مع نادي الوداد المغربي بعد حصوله على نقطتين فقط من 15 في اخر 5 جولات في الدوري المغربي. الاهلي يتواصل فعليا مع وكيل فيستون مايلي مهاجم بيراميدز من اجل الاستفسار عن امكانيه ضم اللاعب خلال فتره الانتقالات الصيفيه القادمه، وتقارير صحفيه تؤكد بان الاهلي يضع فيستون مايلي من ضمن اولوياته بقوه لتدعيم مركز المهاجم في الصيف القادم لمعرفه الجميع بالنادي امكانيات وقدرات اللاعب، وذلك ايضا لرغبه الاهلي القويه بالتعاقد مع مهاجم اجنبي قوي قادر على افاده النادي في الموسم الجديد وتجنب تجربه جراديشار وكمويش والمهاجمين السابقين الذي فشلوا في خوض تجربتهم مع الاهلي. تقارير صحفيه تؤكد بان وكيل فيستون مايلي مهاجم بيراميدز ابلغ اللاعب برغبه الاهلي القويه بضمه عن مدى مناقشه العرض خلال الايام القادمه، وتؤكد بان اللاعب رحب بشكل كبير بالانضمام للاهلي في حال اذا كانت المفاوضات جاده من اجل الحصول على خدماته، خاصه وان المهاجم الكونغولي لم يحسم موقفه حتى الان مع بيراميدز بشان التجديد لرغبته بالحصول على 5 مليون دولار خلال الموسمين، وهو ما جعل هناك ترحيب كبير من جانب اللاعب بالانضمام للاهلي خلال المرحله القادمه بسبب وجود خلافات بينه وبين اداره بيراميدز بشان التجديد مع النادي، لكنه ايضا يشترط الحصول على 5 مليون دولار مع الاهلي في الموسمين للتوقيع بشكل رسمي مع النادي خلال الفتره القادمه. الكابتن سيد عبد الحفيظ يقطع شوط كبير في المفاوضات مع اكرم توفيق من اجل اتمام عودته للاهلي في الصيف القادم، وذلك بعدما رحب اللاعب بالعوده مجددا للنادي في الصيف القادم في حال تقارب وجهات النظر بشان الامور الماديه مع الاهلي، وتقارير صحفيه تؤكد بان هناك رغبه كبيره من جانب بيراميدز بالتعاقد مع اللاعب خلال المرحله القادمه لتعطيل عودته للاهلي مجددا، وتؤكد بان اداره النادي السماوي بتستعد لتقديم عرض مالي مغري لاكرم توفيق من اجل اقناعه باللاعب والانضمام لهم. ضياء السيد نجم الاهلي السابق يؤكد بان ما يمر به الفريق حاليا سبق حدوثه في مواسم سابقه، لكنه يؤكد عن ثقته الكبيره في قدره الاهلي على اجراء اصلاح شامل يليق باسمه وتاريخه، وفيما يخص فرصه الاهلي في المنافسه على بطوله الدوري فيؤكد بانها اصبحت رقميه وما زالت قائمه، لكن حاليا هناك اهداف واضحه داخل النادي تتعلق بالوصول الى دوري ابطال افريقيا في الموسم القادم، وعلى لاعبي الاهلي خوض كل مباراه في ال3 مباريات المتبقيه بالدوري بكل جديه وعدم التفريط في اي نقطه اخرى وجعل الباقي كله على الله، ويؤكد بان هناك اخطاء واضحه في عده ملفات داخل النادي تشمل اختيار المدربين واللاعبين الى جانب صيغه العقود ورحيل بعض اللاعبين المؤثرين مع النادي طوال السنوات السابقه، وهو ما تسبب في تراجع المستوى والاداء وظهور جميع اللاعبين بشكل سيء في المباريات مؤخرا مع الاهلي، فهناك عده ملفات تدار بشكل خاطئ داخل اداره الاهلي وكان يجب التعامل معها بشكل افضل من ذلك، خاصه ملف اللاعبين الذي رحلوا عن النادي الفتره السابقه امثال رامي ربيعه وعمرو السوليه ومحمد مجدي قفشه وعلي معلول، والذي لم يقتدر الاهلي على توفير نفس خامات هؤلاء اللاعبين حاليا، فكان يجب على اداره الاهلي التعاقد اولا مع بدلاء قادرين على افاده النادي قبل اتخاذ قرار رحيل اي لاعب عن الاهلي، خاصه وان هؤلاء اللاعبين صنعوا تاريخ كبير مع الاهلي وحققوا العديد من البطولات طوال السنوات السابقه، ولو كانوا متواجدين مع الاهلي حاليا حتى لو على مقاعد البدلاء كانوا فرقوا بشكل كبير في ظهور شخصيه الاهلي مع اللاعبين المتواجدين حاليا بالنادي. وفيما يخص تراجع المستوى والاخطاء الفنيه والاداريه الذي يمر بها الاهلي حاليا فامر وارد على جميع الانديه في العالم، وهذا لا يقلل من قيمه الاهلي او قدرته على العوده سريعا لاستعاده سكه البطولات مجددا.
الاهلي اختتم تدريباته اليوم استعدادات لمواجهة الزمالك غدا في بطولة الدوري، وحالة من الجدية والتركيز الكبير من جانب الجهاز الفني واللاعبين على تحقيق الفوز في مواجهة الغد امام الزمالك لمصالحة الجماهير الاهلاوية عما حدث طوال الفترة السابقة، ويسترب اجرى بعض الرتوش الاخيرة على بعض النقاط الفنية والتكتيكية الذي ينوي تنفيذها خلال مواجهة الغد امام الزمالك. يسترب يطالب لاعبي الاهلي بضرورة نسيان ما حدث طوال الفترة السابقة والتركيز في مواجهة القمة غدا من اجل تحقيق الفوز لاعادة الثقة مجددا، ويطالبهم بضرورة القتال وخوض المواجهة بكل جدية للظهور بشكل جيد وتجنب المستوى الهزيل الذي ظهروا به في مواجهة بيراميدز الماضية، وأكد لهم بأن الجميع لم يقبل ظهورهم بنفس المستوى السيء الذي أظهروه طوال الفترة السابقة للتأكيد لهم على ضرورة الفوز والظهور بشكل جيد في مواجهة الغد. الكابتن سيد عبد الحفيظ يطالب لاعبي الأهلي بضرورة القتال في مواجهة الزمالك غدا من أجل تحقيق الفوز واستعادة سكة الانتصارات مجددا، ويطالبهم بضرورة مصالحة الجماهير الأهلاوية عما حدث طوال الفترة السابقة واللعب من أجل إسعادهم في مواجهة الغد، وذلك للتأكيد لهم عن غضب الجميع اتجاههم في المباريات مؤخرا بعد ظهورهم بشكل سيء وإبعاد الفريق عن المنافسة على بطولة الدوري، وأيضا تصعيد فرصة المشاركة في بطولة دوري الأبطال الموسم القادم. الكابتن وليد صلاح الدين يستغل كل التصريحات المسيئة للأهلي وجماهيره من جانب الإعلام الزملكاوي لشحن لاعبي الفريق للرد بقوة داخل الملعب في مواجهة الغد أمام الزمالك، ويطالبهم بضرورة الرد بقوة في مواجهة الغد أمام الزمالك على كل من أساء للأهلي وجماهيره، ويؤكد للجميع بأنه لا خيار سوى الفوز في مواجهة الغد لتجنب الفضيحة الإعلامية الزملكاوية التي ستحدث في حال إخفاق الفريق في مواجهة الغد، وأيضا للإبقاء على أمل المشاركة في بطولة دوري الأبطال في الموسم القادم حال تحقيق الفوز وتعثر المنافسين في مبارياتهم القادمة بالدوري. قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك غدا في بطولة الدوري جاءت كالتالي: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكام ومحمد علي بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد شريف ومحمد شكري ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي وياد رياض وإمام عاشور وأليو ديانج وأحمد عيد وأحمد مصطفى زيزو وعمرو الجزار ومروان عثمان وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا. ويسترب يضم عمرو الجزار للمرة الثانية منذ انضمامه للنادي، ويعيد محمد الشناوي وحسين الشحات بعد انتهاء فترة الإيقاف. الأهلي يبدأ التواصل فعليا مع محمد عبد المنعم من أجل إقناع اللاعب بالعودة مجددا، ومصدر يؤكد بأن الكابتن سيد عبد الحفيظ أجرى عدة اتصالات مع اللاعب في الأيام الماضية من أجل إقناعه بالعودة للأهلي خلال الفترة القادمة لاحتياج النادي لخدماته، ويؤكد بأن اللاعب رغبته الأولى الاستمرار في الملاعب الأوروبية لكنه لا يمانع العودة للأهلي في حال تأكده من عدم مشاركته بشكل أساسي مع نادي نيس الفرنسي في الموسم القادم. ومحاولات مكثفة من جانب الكابتن سيد عبد الحفيظ من أجل إقناع اللاعب بالعودة للأهلي خلال الفترة القادمة مقابل وضع له بعض الامتيازات في عقده مع النادي. تقارير صحفية تؤكد بأن الأهلي يضع حمدي فتحي نجم الفريق السابق ضمن أولوياته لتدعيم خط الوسط في الصيف القادم بعد استقرار أليو ديانج بالرحيل عن النادي، وتؤكد أيضا بأن حمدي فتحي لا يمانع العودة للأهلي في حال حدوث تقارب في وجهات النظر بشأن الأمور المالية من أجل العودة مجددا، خاصة وأن الجميع داخل النادي يرى بأن حمدي فتحي أفضل الخيارات المتواجدة حاليا لتدعيم خط الوسط نظرا لعدم وجود لاعب مناسب في نفس مركزه في الدوري المصري. نادي كرمال السويدي الذي يلعب له أشرف داري لاعب الأهلي المعار لهم يرغب بالحصول على خدمات اللاعب نهائيا في الصيف القادم، ومصدر يؤكد بأن النادي السويدي يرغب بقوة بتفعيل بند شراء اللاعب نهائيا بعد تألقه مع النادي السويدي في الدوري هناك مؤخرا، وهناك ترحيب كبير من جانب الأهلي بإتمام الصفقة للتخلص من الأعباء المالية التي يتعرض لها النادي من تواجد اللاعب على ذمة الأهلي. وبكده يا صديقي نكون وصلنا لنهاية حلقة النهارده اللي بتمنى تنال إعجابكم. في نهاية حلقتنا يا ريت ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة لو ما انتش مشترك عشان تتابع معانا كل ما هو جديد عن أخبار الأهلي.